السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة هنعمل فيه محشي الكرنب بطريقة سهلة جدا واقتصادية، وان شاء الله الفيديو ده يعجبكم. اتمنى بقى ان انتوا تكتبوا لي في الكومنتات يعني حاجة كده عايزين نعملها لكم، اي وصفة. وما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتحطوا اللايك طبعا، وتفعلوا زر الجرس ليوصلكوا كل جديد. معانا على النار طبعا انا سبت الحله تسخن كويس جدا، وحطيت فيها معلقه كبيره من السمنه البلدي. يعني المحشي بيبقى طعمه جميل جدا بالسمنه البلدي، واللي طبعا مش متوفر عنده يحط اي حاجه موجوده عندكم، زيت، اي حاجه تانية حابينها براحتكم. هنا هنزل كده ببصلتين كبار وهسيبهم لحد ما اللون بتاعهم كده يصفر، وهبدأ انزل بالتوابل بتاعتنا. طبعا عارفين ان احنا ما بنحطش التوابل في الصلصة، لان بنحطها مع البصلة، لان البصلة لما بنحط عليها التوابل النكهات بتاعتها بتطلع، وبتبقى الريحة بتاعتها جميلة جدا. جربوا بس الحركة دي وان شاء الله يعني مش هتبطلوا تعملوها. انا طبعا نزلت هنا بالتوابل بتاعتنا: معلقة كبيرة من الشطة، معلقة كبيرة من الملح، معلقة كبيرة من الكمون، معلقة كبيرة من الفلفل الاسود، وقلبتهم كويس جدا مع البصلة، ونزلت اهو بالطماطم وهسيبها بقى ان هي تتسبك مع بعضيها. طبعا عقبال ما بتتسبك كنت حضرت الخضرة وقلبت معاها الرز كويس جدا عقبال ما الصلصة بتاعتنا تتسبك، وهروح نازلة بالرز والخضرة على الصلصة. شايفين اتسبكت ازاي؟ لازم الصلصة بتاعتنا تكون تقيلة كده عشان تدينا نتيجة حلوة جدا مع المحشي. تمام، ما تكونش اللي هي سايلة وفيها نسبة من المية، لا، لازم المية تنشف خالص وتبقى تقيلة بالشكل ده. هقلب الخضرة والرز كويس جدا مع الصلصة وهركنهم على جنب. وطبعا انا مسخنة حلة على النار عشان هنزل فيها الكرنباية بتاعتي. الكرنباية بتاعتي بالشكل ده، حشت الراس بتاعتها. طبعا اللي حابب اللي هو ينزل ورقة ورقة براحتكم، بس انا بحب يعني انزل الكرنباية كلها مرة واحدة. بتستوي يعني كلها بتستوي، ما تخافوش يعني من الناس اللي هي بتقلق تقول لا الورقة اللي تحت لسه مستواش وكده، لا كلها بتستوي، بس لازم نخلي بالنا منها ان هي ما تتريش على النار. واول ما بنلاقي الورق بتاعنا طب كده بنروح مطلعينه ورقة ورقة وبالراحة جدا، لان خطر جدا عشان هي بتكون سخنة والبخار اللي طالع منها، يعني تخلوا بالكم. وبعد كده بنطلعه في حاجة بنغسله طبعا عشان بيكون فيه تراب وكده، لازم نغسله قبل ما نبدأ ان احنا نحشي الحشوة بتاعتنا. تمام، هنا معايا كده ورق كرنب هقص الجذور بتاعته او العصيان، يعني على قد ما اقدر ما اخدش ورق كتير او وانا بقطع العصيان بتاعتها. تمام، هبدأ بقى ان انا اقطع الكرنب حسب ما انا عايزة. لو عايزة، في ناس بتعمل الصوابع كبيرة يعني، بس يفضل ان هي تبقى صغيرة، بتبقى شكلها احلى، وكمان بتبقى جميلة كده، والناس يعني بتحبوا ان انتوا تاكلوا المحشي اكتر لما تكون الصابع صغير اكتر ما يكون تخين كده وغليظ. تمام، هبدأ بقى ان انا اعمله كده حسب ما انتوا عايزين، برضو عايزين تعملوه كبير ماشي، صغير ماشي، بس هي كده يعني 3 وحدات مناسبة جدا. والصباع هيطلع معاكم مظبوط. هعمل كل الكمية بالشكل ده، بحوش طبعا العصيان بتاع او الجذور بتاع المحشي الورقة، واروح مقطعاها 3 او 4 زي ما انتوا حابين، بس هي يعني 3 مظبوطة، ما تكونش صغيرة قوي. خلصت كده، عملت الكمية بتاعتنا اهي. طبعا مش كلها انا يعني بعملهم برضو، بس انا بوريكم كده حاجة قدامكم، وببدأ بقى ان انا احشي. طبعا في ناس ما بتعرفش تعمل الا على ايديها زي كده، انا ما بعرفش بصراحة اعمل الا على ايديا، بيبقى اسرع برضو وبيطلع الصوابع كمان مظبوط وماسك نفسه. طب اللي ما بيعرفش يلف على ايده، عادي على البلانش اهي تحت اهي هنحط الورقة كده ونحط الرز بتاعنا وهيتلف عادي بكل سهولة. اهو انا هوريكم برضو للناس اللي ما بتعرفش تلف على ايديها، هنحط كده الرز، يعني بلاش نكتر الرز عشان لسه كده هيكتر معانا. لما يستوي يعني لسه الرز هيكتر، فما نكترش وبيبقى الصباع مكبوس رز وكده، لازم نسيب مسافة برضو ويكون كمية الرز يعني مناسبة.
تمام. شايفين الصوابع صغيرة وجميلة ازاي؟ يعني اللي حابب اكبر من كده طبعا يقسم الورقة على مرتين، انا قطعتها 3 حسب بقى ما انتوا عايزين. هنا طبعا الحلة اهي بحط فيها الجذور بتاع المحشي علشان احط المحشي عليها عشان لما يجي يستوي ما يتعملش من تحت. تمام. طبعا اللي مش حابب يحط الجذور بتاع المحشي، في يحط اللي هي مثلا شرايح من البصل والجزر والبطاطس، تبقى في منتهى الجمال بصراحة. هنا طبعا رفعتها على النار. لازم تكون الشوربة يعني سخنة، ما تكونش باردة. ونعلي نعلي على المحشي، نخليه يغلي الاول غلو، وبعد كده بنرق النار لحد ما نحس ان هو خلاص يعني استوى. تمام. ما ينفعش في الاول ان احنا نرق النار، لا لازم نخليه يغلي الاول، وبعد كده بنبدأ ان احنا نوطي النار على الهادي عشان يستوي على مهله. كده خلاص اهو انا طفيت اصلا عنه النار، كده هو كان استوى. يعني ما فيش مشكلة لو كل شوية تطمني وتاخدي صباع كده وتشوفي ايه الاخبار، يعني استوى ولا لسه عايز شوربة او لأ. فانتوا ايه يعني ما بين الفترة والتانية كده يعني تاخدوا صباع كده وتدوقوه، يعني لسه الرز ني ولا عايز شوية كمان. يعني دي حاجة يعني تبعكم انتوا. طبعا المحشي كان بصراحة تحفة والله بجد، ريحته كان تجنن بصراحة. طبعا بقى محشي ايه يعني يتاكل بالايد بصراحة، أنا مش عارفة اكل بالشوكة، فلازم الصباع يتمسك كده ويتاكل. فظيع بجد. وطبعا اللي حابب يحط على الوش كده معلقة سمنة بتديله لمعان كده وطعم وريحة تحفة. طبعا انا عملتها، حطيتها على الوش كده معلقة سمنة وغطيت بقى، والبخار سيح اصلا السمنة البلدي، فنزلت على المحشي وعلى الواحد كده بياكل الصباع. فظيع بجد، كده كان الطعم والريحة تجنن. طبعا انا هو رصيتهولكوا في طبق، يعني العين بتاكل قبل البق طبعا، فلازم المنظر يكون جميل ومنظم وشكله جميل. طبعا حابة تقدمي معاه فراخ، في وصفات انا منزلها لكم قبل كده، وصفات للفراخ جميلة جدا وهتنفع برضو مع المحشي بصراحة. بس انا حبيت النهاردة اعمله لكم يعني هو كده لوحده، عشان تعرفوا تركزوا في التفاصيل اللي ازاي تسوي المحشي كويس. طبعا قلنا الاول بنسيب ان هو يغلي على نار عالية، وبعد كده بنرق النار على الهادي. تمام. وما يكونش الشوربة مغطي يعني معدية المحشي، لا لازم الشوربة تكون اقل من المحشي. تمام. يعني ما تكونش كتير على المحشي عشان ما يتعجنش معانا ويطلع مش حلو. شايفين الصباع جميل ازاي ماسك نفسه وكمان في نفس الوقت مستوي، والحشوة بتاعته جميلة، ولا الرز كتير ولا هو قليل، لا مظبوط. وكمان من الحاجات المهمة ان احنا منكترش الرز واحنا بنحشي الورقة، لان لو كترنا الرز هنيجي يعني مثلا بعد ما يستوي هنلاقي الرز خرج عن الورق وبقى شكله مش حلو وكده. لا امشوا على الخطوات بالظبط هتعرفوا تطلعوا احلى محشي ان شاء الله. اتمنى بقى ان انتوا تجربوا الوصفة دي وان شاء الله تعجبكم. ما تنسونيش بقى في الكومنتات.